الحمد لله خاطيني الحرام، خاطيني الصوالح هذو، وخاطيني كاع جابد على الصوالح هذو الحمد لله. صلاتي والخدمه. بدا اليوم كنت راقد كيما هكا ونكونيكتي، جات دخلني ميساج تاع وحده قالت لي انا من قسنطينه ومنا وذيك، وعندي وليدي مريض وقعدت هنا عنده السكر. اسمها ايمان. قلت لها ايمان، قلت لها عند وليدك عندها السكر ما عندك شكون اللي يوقف معاك، ما عندكش. قالت لي ما كاش. قلت لي راجلي انا ميت. قالت لي دار اكسيدو ومات، كان في الجيش دار اكسيدو برا ومات. قالت لي الله غالب. اما انت ما قلت لها عطيني نمرك نسمع تشوف. هي عطات لي نمرو، درت معاها بدات تبكي. قلت غاضتني ما نكذبش عليك. لا صح معليش. قلت لها ابعثي لي نشوف وليدك هذا. بدات تشكي لك وتبكي زعما. اي والله تشكي وتبكي، ومنا تقول خلاص صاير راح تموت. طيب خالد، هذه اول مره انت تحكي مع امراه تليفون هكا؟ خاطيني السؤال هذا، ما نحكيش في التليفون مع لقيتينا بدون لما قلت ما نأمس بدون العفايس هذو. اول مره معليش، يعني ماشي حاجه تنقص منك انه ماشي مالف تحكي مع نساء في التليفون، عادي يعني. قلت لي مر ما سلفت لها انت مليون، بعثت لها مليون سي بي، عاودت عيطت لك قالت لك وليدي مات. قالت لي وليدي مات، وبدات تبكي ومنا وذيك وقعدنا وبدي لي تبعث لي في الفيسبوك باللي وليدها صح مات ومنا كيفاه. قلت غاضتني، بديت نبكي معاها ما نكذبش عليك لهالدرجه؟ والله بديت نبكي معاها. هي امات قالت لي قلت هكاك وقفت معاها، قلت لها ما تقلقيش نورمال، هذا قضاء الله وكاع نموتوا، ربي خلق الموت والحياه كاع نموت. المهم كيما هكذا دوم ذا قالت لي عندي سكنه تاع زعما راجلها عطاو لها سكنه تاع عدل. قلت لي راجلي عطاو له سكنه تاع عدل وكيما هكذا. قالت لي راني راح نخلص مفتاح في رمضان هذه، اللي انا راح نخلص مفتاح الا هداك ربي. عندي طفله صغيره وعندي اختي معوقه، اعطيني غير 300، خصني 300 نشري المفتاح وانا تفاهمنا. كي تلحق الشهريه تاع راجل كيما نعطيك دراهم. قلت بدات تبكي لي ومن تعيط لي في الليل ومن ذيك صوت ما خلاتنيش صاي. كيف كي تكون تبكي زعما هذه واش تكون تقول لك يعني؟ تبكي بالدم، تبكي نورمال، تبكي عادي كيما يبكي لا يعني كيما نقولوا احنا تحلك، تبدا تحلل. اي والله هكذا تبدا تبكي لي ومن انا ما عنديش وما كاش اللي يوقف معايا، ومن واللي يا خالد عاوني في وجه ربي وكي توصل شهريه نعطيها لك. اما زدت بعت 300، قلت 300 هذه نعذبوها راحت. بدات تبعث لي زعما في خوتها معوقه ومنا، بس قلت يحن قلبي. تبعث لك تصاور يعني؟ بنتها ثاني كينا ومنا، قلت غاضتني كيما كان بعد. كاين واحد التفصيل مهم انت قلته لي من قبل كي كنا قاعدين انا وانت. انت باش امنتها كانت تحلف في المصحف. والله في المصحف هاك تحلف نورمال انها امنتها. كانت دير يدها في المصحف وتصورها زعما على اساس. لازم قول هاد العفايس لازم تفهمهم. هي كيما هكا دوام ذاك كي لحق ذاك النهار ما بغاش تعطيني، قلت لها ما جديش تعيطي لي صاي. قلت لها اديهم وبيني وبين ربي، بيني وبين ربي سبحانه. غدوه من ذاك خذني ميساج مش عارف خذني ميساج قالت لي باللي ايمان زعما ماتت، دارت اكسيدو استغفر الله يا رب، اللي دايره اكسيدو كانت رايحه للصيف ومن دايره اكسيدو هي وبنتها. خرجت برا عيطت لها، قلت لها انت شكون؟ قالت لي انا صاحبتها ومنا زينه. انا زينه يعني ايمان ولات زينه؟ اي والله قالت لي انا زينه ومنا لافوا متغيره، فهمت؟ وانا امنتها وتحلف ومنا وتقسم بربي وعادي. قالت لي عطيني نهضر مع يماك. هضرت مع يما، قالت لي خلات لك السكنه دار على اسمك وانا الشاهد والمحامي. المحامي ثاني شاهد هو بنون عبد النور. عبد النور. خالد باش نعاود برك نحط المشاهدين في الصوره، انت تعرفت على هذه المراه عبر الفيسبوك هكذا؟ فيسبوك. وبدات كيما كيبعث لي في الفيسبوك يزوروا الورق على اسمي، يكتبوا يروح الله ديان كيما كيخرجوا ويبعثوا الورق على اسمي. وانا امنتها ما نكذبش عليك شفت هكاك. قلت كيما هضروا مع يما ويما منا، قلت لهم باللي زعما هو وقف مع ايمان ومنا وقايتينا وتبكي وكاع. قلت لها معليش هذه الامانه راكي تهضري عليها ديها انتيا، هذا ما نسحقش. قلت لها مدام لا قالت لي هذه وصايه وخلاتها لي، هو المحامي هضر معاك عبد النور هضر معايا. علاش كنت تامن خالد؟
انا مانيش عارف هذا على جال هذا الشيء رحت نقطع واحد مات. مم. هي قالت لي لازم تبعث قلت 1,800,000 تاع الغاز. الغاز، كونتور تاع الغاز. قالت لي لازم، قالت لي باه قلت هذه امانه وراح تروح وانا ما عنديش. قالت لي منا انا بعثت لها 1,800,000 فهمت. زدت بعت 1,800,000. 1,800,000 ايه. قالت لي هذه السكنه باسمك ومنا وذيك، بعثت لها 1,800,000. ايوا من بعد بداو يديروا في القوالب، يبعثوا لي غدوه من ذاك وصلني ميساج قالوا لي باللي زينه داوها لي زوندار. ايوا ما بغاش ترفد عليه، نعيط ما بغاش تهز عليه، ما عاد هزت عليه. قالت لي زعما باللي هذه السكنه مزوره وحنا شاهدين على هذه السكنه، وبعثوا لي زعما على اسمي بالتصوير وقايتينا في الفيسبوك، بعثوا لي في الواتساب ثاني كاينه اللي السكنه، وانا امنت ما نكذبش عليك. قالوا لي التصوير زعما طلبوا غرامه 120 مليون، لازم تخلص الاقساط تاع السكنه تاع العدله راه قايتين لازم تخلصها. ما نكذبش عليك في الليل هذه ما رقدتش ذاك النهار هذاك، ظليت انت من الخوف هذاك ما رقدتش. ظليت شغلت نخمم، قلت هذا المشكل اللي جا ليا عسيت انا في مشاكل كبار خلتني نخدم، ما وليت ما نخدمش خلاص، ما نروحش الخدمه تاعي وقايتينا خلاص. عندنا تصويرتك كيفاش كنت؟ ايه بس كنت من قبل وريت لي كيفاش كنت. ايه كنت هكا كما نقول لك كيفاش كنت كيفاش وليت. عندنا تصويره في بدايه معرفتك بهذه ايمان، يعني هذه ايمان اللي طيحت لك. كنت هكذا صاري ونورمال عادي. كي تشوف روحك هكا واش تتفكر؟ فكر كي كنت الحمد لله لاباس عليا بصحتي، لاباس عليا نمشي ما نخمم لا والو، عندي والو في راسي، صرت ما نخمم حتى في حاجه. القصه يعني اغرب من الخيال، ولكن ديما عندنا ناس نعرفوا ناس يكونوا نوايا يامنوا اي شيء. الله سموالا. انا ما خوفنيش الاقساط، خوفني التزوير. قالت لي مؤبد هذه عليها، قالت لي كون تروح زعما وكان قالت لي شغلت اسمك راه في الدار وحنا رانا شاهدين. قالت لي قادر كيما القاضي راح يجيب لك انت تروح مؤبد. خفت خلصت في الاول 40 مليون هذه دراهم، بعثت لها 40 مليون كيما هكذا. دائما ديري القوالب، غدوه من ذاك درت لي قالب. قالت لي يا ودي جاني ميساج ثاني، قالت لي السكنه هذه فيها غرامه ب 500 مليون. قالت لي شغل نقولوا كيما نقولوا احنا الجزائر، راحت للجزائر كيما هكذا. بدات تبكي ومنا وذيك، وانا قالت لي المحامي هو الشاهد. قالت لي المحامي هو الشاهد وزعما زينه هي الشاهده وقايتينا. قلت خلاص، وليت شغلت ما نكذبش ما فطنتش بروحي كاع اش راني ندير. وليت نسلف على الناس هنايا، رحت سلفت على وليد عمي، سلفت على خواوتي، سرقت دراهم. مام خويا ديت له دراهم، ديت له حصه واحد 10 ملايين كيما هكذا. وعليها خسرت العلاقه بينك وبين خوك؟ ايه خسرت بين خويا، ديت له دراهم. سلفت على عمي على صحابي، سلفت 33 مليون هكذا. اي سلفت 33 مليون بعثتها في نهار. كي بعثتها كيما هكذا اي كيما هكا داروا لي قالب ثاني كينا. طيب خالد، قالب مر قالب، قالب مر قالب، غير ارى الدراهم، اسكو قلت لكاش واحد؟ لا قلت حتى لواحد. علاش؟ كنت خايف، خفت خايف ما نشعر، ما انا ما فطنت بروحي شنو كنت ندير. سمعت انا على بالي علاش ما قلتش. تسمح لي نقول للناس علاش ما خبرتش داركم؟ معليش نقول؟ قولي. انت لما كنت تحكي مع ايمان انت عندك مرض انت عندك مرض، انت تتبع عند الطبيب لانه انت عندك مرض الخوف، الفزع اللي يخليك ترجف بشكل كبير، تخاف بزاف. عندي كوارث في الدار يعني ما تبكيش، نورمال يعني. وانت قلت لايمان في اول معرفتك بها، قلت لها بلي انا مريض. قلت لها فوالا، هي عرفت نقطة عرفت من تجيك، عرفت من تحكمك، ولات تخوف فيك، ولات تخوف فيا، تخوف فيك وتنحي لك الدراهم. هذا هو السبب اللي خلاك انت واش تقول لك دير، لانه انت فقط كنت تخاف من الحبس. نخاف دات لي مواد، ولات دير لي شغل كيما نقولوا حنايا، ولات واحده اخرى اسمها حياه. قالت لي هذيك بنت عمي ومنا وذيك راهي